بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعي ومشاهديني الكرام في فيديو جديد ووصفة جديدة لنهار اليوم، وإن شاء الله يلقاكم فيديو اليوم بألف خير وصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم رايحة أشارك معاكم وصفتين في فيديو واحد، يعني وصفتين هايلين بنانين اقتصاديين. راح أشارك معاكم برغل بالخضار بدون لحوم وكريات الدجاج بصوص مرافق ولا أروع، يجي بزاف بنين. نقولوا بسم الله ونبداو في المقادير وطريقة التحضير. نجيبو هنايا طنجرة نحطو فيها 3 ملاعق من الزيت، مغرفة كبيرة تاع زبدة، ورايحين نذوبو الزبدة. حنايا بعد ما تذوب لي الزبدة رايحة نجيب يعني هنايا بصلة صغيرة اللي كنت رحيتها مليح يعني رقيقة، ورايحة نقليها مع الزبدة والزيت، ونجيب كركاسة تاع الدجاج اللي نحيت منها صدر الدجاج هذاك، رايحة نقليها مليح مع هذاك البصل والزبدة والزيت. هنايا اللي ما عندهاش الصدر هذا الكركاسة تقدر تعوضه بمربع من مرق الدجاج ولا جامبو، يعني هو يفي بالغرض. نجيب هنايا التوابل: ملعقة صغيرة خردل، فلفل أسود، رأس الحانوت والكاري، وعندي يعني هنايا نصف ملعقة صغيرة من الملح. رايحة نحط هادوك التوابل ونحاول نقليهم تاني مع هذاك الدجاج والبصل يتقلاو لي مليح. بعد ما يتقلاو لي رايحة نجيب هنايا لتر من الماء الساخن ونعاود نخليه طيب لي هذيك الكركاسة مليح في لاصوص هذا حتى تطلق البنة تاعها. هنايا رايحين ننتقلوا للكريات تاعنا. نحتاجو نصف صدر دجاج مفروم، نصف بصلة تكون صغيرة نحينا لها الماء تاعها، 2 مغارف من الخبز المبشور يعني حمصناه ورحيناه، ورايحة ندير هنايا توابل: رأس الحانوت وفلفل أسود ونصف ملعقة صغيرة خردل وملح. هنايا رايحة نجيب بيضة صغيرة ونحلها ونحط بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون يعني طرية ما تكونش جريئة بزاف. رايحة نمزجهم مع بعضهم ونبدا نشكل في الكريات تاعنا بهذا الشكل، ونستعين بالماء باش ما يلصقناش في يدانا الدجاج. ورايحة نكمل كامل الكمية بهذا الشكل. رايحين نكملوا بهذه الطريقة، يعني شوفوا الطريقة سهلة وبسيطة وواضحة. هذه هي الكمية اللي جابت لي بعد ما خلصت، يعني كمية وفيرة. راح نجيبو هنايا مقلة نحطو فيها حوالي 2 مغارف تاع زيت مع مغرفة كبيرة تاع زبدة، يعني هذه الزبدة رايحة تمدلنا بنة ولا أروع الكروكات تاعنا كي نقليوهم بهذا الشكل. راح نذوبوها ونبداو نحطو في الكريات تاعنا. هنايا نسيت ما قلتلكمش اللي عندها الدبشة والمعدنوس تقدر تضيفوا للدجاج تاعها يزيد لكم بنة ولا أروع الكروكات تاعكم. أنا للأسف ما كانش متوفر عندي، يعني تمنيت لو كان كاين متوفر، مي الله غالب. وانتوما إلا كان عندكم ضيفولو، وتقدروا تاني تضيفوا أي توابل تحبوهم خاصة الكمون اللي عندها تضيفوا. رايحة نقليهم بهذا الشكل، ولازم نقليوهم مليح حتى يولي اللون ديالهم ذهبي، يعني شوفوا يميل شوية للبني، يعني ماشي نحرقوهم، مي لازم اللون يكون طايب مليح بهذا الشكل. شوفوا هكذا لازم يتقلاو لكم. ومش كي نحطوهم نعاودو نحطوهم في لاصوص اللي رايحين نديروه. هذاك لاصوص راح يزيد لهم بنة وما يتغيرش الشكل تاعهم بزاف باش يبان اللون ديالهم معانا. رايحة نقليهم بهذه الطريقة ونقلبهم كي نشوفوهم حماروا، ونقعدو عاسين عليهم أكيد. أنا رايحة نحط الكمية اللي بقات لي ونقليهم كامل مع بعضهم. هنايا بعد ما تقلاو لي رايحة نبدا نحي فيهم من المقلاة، نكترهم من الزيت مليح. هذا الزيت اللي بقى لي شوفوه
يعني ما رايحينش نستغناو عليه، راح نجيبو مغرفة كبيرة فرينة ممسوحة ونحطوه ونطفيوه هنايا على النار باش ما تغلبكمش الفرينة وتتكتل معاكم، رايحين نطفيوه على النار ونحلحلوها في هذاك الزيت مليح بهذا الشكل. لازم نطفّيو على النار، نعاود لكم نطفّيو على النار، نحطّو مغرفة كبيرة ممسوحة تاع الفرينة ونبقاو نحرّكوه حتى تتحل معانا، ونجيبو هذاك لاصوص اللي كنا طفينا عليه وطاب، حوالي يعني يطيب لكم 20 دقيقة وطفيو عليه، ورايحين نجبدوه هذاك لاصوص ورايحين نحطّوه على الفرينة اللي درنا، رايحين نحطّوه نحيو هذاك الكركاسة ورايحين نحطّو فوقها هذا الخليط اللي درنا. شوفوا هنايا أنا جاني شوية عاقد وانتوما تقدروا يعني كان تخففوا في التكل ديالو تقدروا تنقصوا في الكمية تاع الفرينة. هنايا رايحة نحط لي كروكات تاعي ونخليهم يعاودوا يطيبوا في هاد لاصوص حوالي 5 دقايق ونعاودوا نحطوا عليهم الكريمة السائلة. راح نحطوهم ونخليوهم يطيبوا حوالي 5 دقايق ومن بعدها نزيدو نضيفو هنايا شوفوا أنا هنايا ما حطيتش ديريكتومون الكريمة السائلة برك من الفيديو مسرع بانت لكم حطيتها ديريكتومون فوقو خليتهم يطيبوا حوالي 5 دقايق عفوا وحطيت نصف كأس من الكريمة السائلة وزدت خليته 2 دقايق وطفيت عليه اللي ما عندهاش الكريمة السائلة تقدر تزيد تعاود تحط نصف كأس من الحليب يكون سخون وتحطوه فوقهم وتجيهم تقريبًا وتجيكم نفس النتيجة تقريبًا، ورايحين نخليوه يطيب 2 دقايق ونطفيوه عليه ورايحين نتاكلوا البرغل، واش نحتاجو للبرغل ديالنا نحتاجو حبة كورجيت مقصوصة مربعة، 2 حبات طماطم، حبة فلفل وحبة بصل كبيرة والتوابل اللي هما 2 فصوص توم، فلفل أسود، رأس الحانوت، توابل الدجاج وكمون وملح وربع ملعقة صغيرة. هنايا نحتاجو ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة وزوج مغارف صغار تاع الملح. راح نجيب هنايا الطنجرة تاعي ونحط هنايا 3 ملاعق من الزيت ونحط مغرفة كبيرة من السمن راح نخليها تذوب مليح ونجيب هنايا البصل تاعي اللي كنت قصيته مكعبات صغيرة يعني بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة راح نخليها تتقلى ويتبدل اللون تاعها يعني في كل مرة نحط مكون رايحة نعطيله المدة الكافية تاعو في القليان باش يجيونا بنانين وما مجينا النتيجة هايلة. هنايا بعد ما تقلالي راح نجيب هنايا الحبة تاع الكورجيت يعني هنايا حبة الكورجيت كانت متوسطة عفوا تقدروا تضيفوا الخضار اللي حبيتوا نتوما تحبوا تحطوا بطاطا تحبوا زرودية تحبوا تحطوهم يعني ولكم الاختيار حنزيد نقلي هذيك الكورجيت شوية مع البصل ورايحة نضيف الحبة تاع الفلفل حبة فلفل فقط رايحة نزيد نعاود نقليها ونزيد نضيف هنايا الطماطم بنفس الطريقة هنايا رايحة نضيف عليهم التوابل ونزيد نعاود نقليهم ورايحة نضيف عليهم مغرفة صغيرة تاع الطماطم المصبرة وزوج مغرفات صغار من الملح هنايا الملح تولهو يجيكم مالح بزاف راح نعاود نمزجهم مليح حتى تقلالي الطماطم المصبرة مع الخضار بهذا الشكل ورايحة نروح للبرغل ديالي هذا البرغل أنا ديت يعني هنايا نصف كيلو تاع برغل ما يعادل 2 كيسان سعة الكاس 250 غرام يعني يهزلي رايحة نغسلو بالماء 3 مرات يعني رايحين نغسلوه يعني رايحين كي نبداو نغسلوه راح نوليو نشوفو الماء ديالو تبدل رايحين نغسلوه 3 مرات حتى يصفى كيما كي نغسلو الفريك ورايحين نحطوه نخليوه يتشرب حتى يولي بهذا الشكل ونجيبو نضيفوله الماء كل كأس برغل يقابلو 2 كيسان ماء نعاود لكم كل كأس برغل
يقابلوا 2 كيسان تاع الما، يعني تقريبًا كيما الروز. البرغل ما يديش يعني وقت طويل في الطهي ديالو، يعني 20 دقيقة يطيب معاكم. هنايا رايحة نحط البرغل ديالي ونعاود نمزجو مع دوك الخضار حتى يتشرب هاديك لاصوص والبنة اللي فيهم تاع الخضار، ونزيد نضيف هنايا عليه 3 ورقات من الرند، ونجيبو 4 كيسان تاع ما. أنا حطيت جاوني هنايا 2 كيسان تاع برغل، والكاس الواحد يقابلوه 2 كيسان تاع ما، نعاود لكم 2 كيسان تاع الما، لا أقل ولا أكتر، ولا يجيكم معجن، لو كان تزيدوه بزاف رايح يتعجن معاكم. هنايا رايحة نطفي للنار خلاص قليلة، ونخليوه يطيب حوالي 20 دقيقة، وما نحركوه ما والو، وهذه هي النتيجة. شوفوا كيش طاب، طاب كل وحدة، كل حبة وحداها، ما جاش معجن، جا هايل وجا بنين، يعني ما فيهش اللحوم وبالخضار فقط، وجا بزاف بنين. هاد الوصفة تاع البرغل تقدروا ترافقوها يعني ببغشات تاع الدجاج المشويين، يعني يجيكم ولا أروع. وهذا هو التقديم، يعني جبت قلب، يعني هداك السارسو وحطيت فيه البرغل بهذا الشكل، ورايحة نزيد نحط معاه الكوريات الدجاج، يعني هاد لاصوص تاع الكوريات تاع الدجاج جا بنين، جا ولا أروع. نتمنى أنكم تجربوه وحتى تجربوه باش تشوفوا الذوق ديالو، جا يعني بزاف هايل. اللي ما تحبش ترافقه مع البرغل يعني تقدروا ديروه مع البطاطا المقلية والسلطة، يجيكم بنين بنين ولا أروع. وهذا هو الطبق النهائي، وهذا هو الشكل يعني النهائي للطبق تاعي. نتمنى إنه يكون عجبكم، ونتمنى أنكم تجربوا الوصفة. إذا حبيباتي الغاليات، بما أنه وصلنا لنهاية الفيديو نقول لكم نحتاج منكم تشجيع جام كبيرة، وتخليو لي كومونتار يا ولو كان بنقطة، واللي أول مرة تدخل القناة نقولها مرحبا بك تكوني أخت من أخواتي. فعلي اشتراكك وفعلي زر الجرس هكذا تتحصلي على كل جديد. وإلى هنا أقول لكم ينتهي لقائي بكم، موعدنا يتجدد دائما في فيديو آخر ووصفة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، ودمتم سالمين. مع السلامة، وفرجة ممتعة للفيديو.